بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. هذه الحلقة سوف نتحدث فيها عن أغلى وأحب وأقرب من نصاحب في هذه الدنيا. من هما؟ إنهما أمك وأبوك. سنتحدث في هذه الحلقة عن من كان السبب في وجودنا في هذه الحياة. لولا أمك وأبوك لما وجدت على هذه الأرض. الله عز وجل جعلهما سببا لوجودك في هذه الدنيا. الله خلقك منهما ولهما فضل عظيم عليك. أمك وأبوك أحق الناس بحسن صحابتك، بحسن تعاملك، بحسن علاقتك. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. نتحدث اليوم عن حياتك، عن تاريخك، نتحدث اليوم عن ذكرياتك، نتكلم اليوم عمن رضا الله عز وجل في رضاهما وسخط الله عز وجل في سخطهما. نتحدث عن أي شيء، نتحدث عن باب من أبواب الجنة، نتحدث عن من الجنة عند قدمها، نتكلم عن الأم وما أجمل الأم وما أحلى الكلمة، كلمة الأم وكلمة الأب. ما أحلى هذه الكلمات. إذا قلت لك أمك فإنك في رأسك وفي مخيلتك تأتي ذكريات وذكريات. سألت اليوم سؤال في التويتر: ماذا تعني لك أمك وماذا يعني لك أبوك؟ واسمع للإجابات. أغلب الناس يتكلم عن الأم أنها تعني لي الحب، الحنان، العاطفة. والأب يعني لي القوة والسند والأمان. شوف، تخيل هذه المعاني في الأم وهذه المعاني في الأب. ورسائل، مئات الرسائل اليوم تصلني فقط في معنى الأم ومعنى الأب، وما أجملها من كلمات تصف الأم وتصف الأب. حتى أن البعض قال: أعتذر، لا أستطيع أن أصف أمي أو أصف أبي. فالكلمات تتصاغر أمام وصف أمي وأبي، والجمل تنقطع إذا أردت أن أتكلم عن أمي أو عن أبي. نتحدث اليوم عن من أوجب الله عز وجل بعد عبادته برهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. متى يبدأ البر بزيادة الوجوب؟ قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الأنبياء كان من برهم الشيء العجب، حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء لم يكن أبوه مؤمنا، ومع هذا كان به بارا. ما كان مؤمنا، كان يقول له بكل انكسار، بكل تواضع. وكان أبوه مشركا ويأمره بالشرك ولم يستجب له إبراهيم. لكن انظروا إلى أسلوبه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف شلون: يا أبتي يا أبتي. كيف رد عليه أبوه؟ قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك. إذا ما سكت يا إبراهيم عن هذه الدعوة لأرميك بالحجارة حتى الموت واهجرني مليا. اخرج برا، لا أريد أن أراك. تعرفون كيف رد إبراهيم على أبيه عندما طرده وهدده بالحجارة بالرمي؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو البر في أبهى صوره. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأى أباه، مات قبل أن يولد، ولم يدرك أمه كثيرا. عمره 6 سنين ماتت أمه، كان يتيما صلى الله عليه وسلم. مر على قبر أمه وهو شاب، بل بعد البعثة مر على قبر أمه فجلس عند قبرها، زارها وجلس يبكي لأنها أمه. صحيح أنها ما آمنت وما دخلت في الإسلام وماتت قبل البعثة، ولكن العاطفة جعلته يزور قبرها
ويجلس عندها ويبكي، مع أن الله لم يأذن له بالاستغفار لها، ونهى الله إبراهيم أن يستغفر لأبيه. لكن مع هذا البر يبقى، بر الوالدين مو شيء سهل. شوفوا في عصرنا، بل خلنا نتكلم في عصر الصحابة، رجل اسمه أويس القرني آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أويس معروف، هذا أخذ حكم الصحابة وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي بالحكم مو بالحقيقة، ما شاف النبي، شلون يسمى صحابي؟ تابعي هو، نعم هو تابعي، رأى الصحابة ما رأى النبي، لكن يقولون يأخذ حكم الصحابي لأنه من النبي ذكر فضله ووصى الصحابة أن يطلبوا منه أن يدعو لهم. ليش؟ تعرفون شنو الفضل اللي عند أويس؟ أويس آمن بالنبي في زمن البعثة وأراد أن يسافر للنبي، لكن منعه من السفر وملاقاة النبي مرض أمه. جلس عند أمه يبرها عند رجلها حتى توفاها الله عز وجل، فهاجر في زمن من؟ زمن عمر بن الخطاب. يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر وهو عند أمه، حتى ذهب إلى عمر فوجد عمر كان يدور عليه، فوجده عمر وطلب منه أن يستغفر الله له. شوفوا تخيلوا شلون وصل بها مرتبة، بشنو؟ ببره لأمه. موسى عليه السلام يسأل ربه: يا رب من رفيقي في الجنة؟ من اللي راح يكون معي في الجنة؟ قال: سيمر عليك الآن رجل هو رفيقك في الجنة. مر رجل ما يعرفه موسى عليه السلام، تبعه ووجده يدخل عند امرأة عجوز، امرأة طايحة على الأرض حسيرة كسيرة، سلم عليها، ذهب يطبخ طعامها، جاء إليها يطعمها بيده، يوكلها بإيده، وهو يطعمها بيده نظفها، جلس عندها برهة، خرج منها، مسكه موسى نبي الله، قال: يا رجل من هذه المرأة؟ قال: إنها أمي ولا أحد لها في الدنيا إلا أنا، أعمل ليطعمها، أجلس معها طول اليوم وأشتغل علشان أوكلها بس. قال: أتدعو لك أمك؟ أمك تدعو لك بدعاء؟ قال: أمي لا تدعو لي إلا بدعاء واحد فقط. قال: وما هو؟ قال: تقول أمي دوما: اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى في الجنة، رفيق موسى في الجنة. قال موسى عليه السلام: الله أكبر، أنا موسى ابن عمران وأنت رفيقي في الجنة. قد استجاب الله عز وجل لأمك. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا ترفع صوتك، لا تتكلم قبلهم. إذا تكلمت أمك ولا أبوك اسمع وأنصت، بل اخفض جناح الذل من الرحمة، خليك ذليل عندهم. لا تتكلم صوت عالي قدامهم. إذا تكلمت، كان ابن سيرين رحمه الله إذا تكلم مع أمه كأنه يتضرع يتذلل عندها. وكان زين العابدين عليه السلام إذا أكل مع أمه يأكل في صحن بروحه. ليش؟ أنت البار بأمك. يقول: أخاف أن تسبق يدي للقمة أمي نظرت إليها. في هذا الزمن قصص. هذا رجل في أحد الدول العربية يقول: كنت أعمل في شركة فأعطيت مكافأة طالما حلمت بها 3200 دينار. يقول: أحلم أن يوم من الأيام تجيني مكافأة، ما توقعت يأتيني مبلغ بهذا القدر، فرحت فرحا شديدا، جئت لأبي وأمي أبشرهما بأن حصلت على مكافأة 3200 دينار. يقول: ففرح أبي وأمي فرحت. قال أبي: إذن بإذن الله تحججني أنا وأمك بهذا المبلغ. يقول: قلت: ها إن شاء الله. في نفسي كنت أتمنى أن أفعل شيئا بهذا المبلغ، استانس، مشروع، أدخر، أفعل، أسافر، أي شيء. لكن صدمت بكلمة أبي يريد وأمي أن يحجا. قلت: لا بأس. في اليوم الثاني الصباح الباكر ذهبت إلى مكاتب تسجيل الحج. يقول: ودفعت المبلغ كاملا 3200 دينار كلها. قلت: ما عليه، أمي وأبي يستاهلون، أولى مني أنا.
سافرت الحج وياهم، يقول رجعت من الحج يقسم، يقول والله بعد الحج بأيام بس اتصل علي صاحب الشركة المدير العام قال لي فلان تعال، يقول فلما ذهبت إليه قال لي نعتذر، كان هناك خطأ في الحسابات والمبلغ الذي كنت تستحقه الذي أخذت نص المبلغ لك 3200 دينار أخرى. يقول فعلمت أن الله عز وجل عوضني. ما في شيء تعطي لأمك أو لأبيك إلا ويعوضك الله عز وجل. شفتوا الإخوان الاثنين اللي في المملكة اللي عندهم عجوز كبيرة، لما كبرت ما تقدر تطلع من بيت لبيت، وقالت حق عيالها أنا وهذا بقرية وهذا بقرية، كانت أحيانا عند هذا وأحيانا عند هذا، فقالت لهم أنا ما أقدر، لازم أقعد عند واحد منكم أتعب، ما أقدر أروح من مكان لمكان. هذا يقول عندي وهذا يقول عندي، الأخ هذا أصر والأخ هذا أصر، أمي ما تطلع من بيتي، أنا ما أتحمل أمي تكون في بيت آخر. الخلاف تدري وين وصل؟ وصل إلى المحكمة. إخوان اثنين راحوا للمحكمة، كل واحد يريد أمه معه. شوفوا لوين وصل الخلاف. وصل مرحلة القضاء، والقاضي الشرعي حكم لواحد منهم لمصلحة الأم أن الأم تكون في بيت فلان. يقولون اللي في المحكمة يقولون فسمعوا رجلا يبكي بكاء كالأطفال. إيش في هذا؟ ففهموا أن هذا هو الأخ الثاني الذي لم يحكم له القاضي أن أمه تكون عنده، يبكي بكاء مريرا أن أمه ليست عنده في البيت. شفتوا البر؟ شفتوا إنسان يقعد طول الليل وظيفته فقط يدلك رجل أمه، هذا وظيفته. دز لي واحد اليوم بالتويتر يقول أنا أذكر أبوي وجدي، أبوي أصيب بجلطة، يقول جلس مريض ما يتحرك، يقول أنا أذكر أبوي 3 سنوات ما في يوم إلا كان أبوي عند جدي جالس ويغسله وينظفه كل يوم، 3 سنوات ما تخلف يوما واحدا. هذا هو البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. عندنا قصص ومواقف وعندنا بعض الكليبات التي سوف نعرضها في بر الوالدين. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أنا اليوم سألت بعض الأخوة اللي معي في التويتر عن بعض المواقف اللي مرت عليهم مع أهلهم، مع والديهم، مع الآباء والأمهات. جتني بعض المواقف وبعضها لآباء وأمهات قد توفوا. ترى صعب لما تسأل واحد تقول له عطني ذكرياتك لأمك وهي متوفاة أو أبوك. والأصعب تدري شنو الأصعب؟ إذا كانت قد توفيت أو توفي وهو عنه غير راض أو ما أدى حقه ولا حقها، والحين توفيت أو توفي، شو يسوي؟ شلون الآن يرد الأم ولا يرد أبوه ويراضيهم مرة ثانية؟ طبعا جتني رسائل كثيرة جدا، أنا ما أقدر طبعا أقراها كلها، لكن راح أقرأ بعضها باختصار علشان نشوف يعني شلون علاقة أكثر الناس بآبائهم وأمهاتهم، وشوف رحمة الأم ورحمة الأب بالآباء والأمهات أو بالأطفال عفوا. يقول واحد يوم كنا صغار، هي تقول أنا أذكر يعني كان عمري 12 سنة والوقت اشتى، تقول احترقت الدفاية، حرقت الملابس وأنا بغرفتي، تقول صرخت وأبوي سمع صراخي، تقول ركض من غرفته إلى غرفتي وطفى النار بإيده. تقول أبوي للحين آثار الحريق في إيده، خوفا على من؟ ترى على بنته اللي عمرها لا زالت الآن عمرها 12 سنة. واحدة ثانية أو واحد ثاني يقول هذا الأخت تقول إحنا يوم كنا صغار أمي تقعد ويانا دائما، طبعها كذي، هي شي طبعها، تقول طبعها نقعد ناكل وهي تقعد تطالعنا،
لما نخلص الأكل تاكل الأكل الزايد أو تاكل بروحها. نسألها يمه ليش ما تاكلين؟ دائما تقول إن هذا جوابها، أنتم لما تاكلون أنا أشبع، أنا أشوفكم تاكلون أنا أحس إني شبعت. تقول هذه طبع أمي طول عمرها. واحد ثاني شو يقول؟ يقول أمي تصوم طول عمرها اثنين وخميس، صوامة أمه ما شاء الله عليها كل اثنين وخميس، لكن طول عمرها هي اللي تسوي الفطور وهي اللي تسوي الغداء. الاثنين والخميس تسوي الفطور وتقعد ويانا، وتسوي الغداء وتقعد ويانا، وهي صائمة طوال عمرها. هذه هذه ترى مو إنسانة ثانية، هذه على حساب صحتها، حساب مرضها، حساب تعبها، على حساب كل شيء، بل مستعدة أنها تقطع من جسمها قطعة علشان ولدها بس لا يتضرر. واحد ثاني يقول أنا لما كنت بالثانوية، هذا طبعا من بر الولد حق أمه، يقول كنت بالثانوية بالعامة كنت أسهر بالليل أذاكر، والوالدة الله يطول بعمرها يقول دائما أدري إنها طالعني تنطرني لين أنام، تسهر معاي لين أنام. فيقول كنت أنا يعني أشفق عليها، فكنت شو أسوي؟ أطفي الليت وأسوي نفسي نايم لين أتأكد إنها نامت، بعدين أقوم وأكمل دراستي. ما أبيها تتعب ولا أبيها تسهر، وهذا دكتور الآن طبيب من أحد الأصحاب. واحد ثاني يقول عنده سفري للدراسة، يقول كنت يعني متحمس، وأذكر يوم سفرتي، يوم أنا رايح للدراسة برا للخارج ومستانس وهذا وقته يعني الناس كلها تستانس، هذا وقت السفر بعد رايح يدرس برا. يقول شفت أمي قاعدة تكوي لي الشماغ، هذه صبيحة سفرته. يقول شفت أمي قاعدة تكوي لي الشماغ، يقول غطت وجهها، أنا أحاول أطالعها هي تغطي وجهها، يقول شفته فإذا عيناها تدمعان، ما تبي توريني إنها تبكي، ما تبي توريني دموعها. ليش؟ علشان ما أتضايق وأنا يعني في سفري. أمك والله لا تقول هي قاسية علي، هي ما تحبني، هي هذا كلام أنت تقوله، لكن أمك سوت لك أشياء ترى أهل الدنيا كلهم ما يسوونها لك. راح أكمل لكم بعض القصص الجميلة اللي أرسلوها لي بعض الإخوان بالتويتر والأخوات، لكن والفيسبوك طبعا أيضا عندنا بعض المواقف والقصص، لكن أبي نشوف هذا التقرير عشان نعرف قدر الأم على بعض العيال اليوم اللي دائما يقول حق أمه أنت ما تسوي لي، أنت ما تعطيني، أنت كلها حارمتني، أنت مقصرة علي، أنت وأنا دائما مظلوم، دائما أنا ما عندي، ودائما أنا ما تسووا لي، شوفوا فلان وشوفوا فلان. هذه الشكاوى اللي قاعد تطلع من بعض الأبناء اليوم. خلينا نشوف التقرير عشان نعرف فضل الأم الحقيقي على العيال. يا يمه سعر تنظيف غرفتي بهالاسبوع دينارين. وهمن سعر روحتي للسوق مكانك دينارين. وسعر اللعب مع اخوي الصغير دينار. وسعر مساعدتي لك في تنظيف البيت دينار. وسعر حصول على علامات ممتازة في المدرسة 4 دنانير. يا يمه المجموع كله 10 دنانير. وأوفوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. سعر ال9 أشهر اللي حملتك فيها بلا مقابل.
سعر الحليب الكامل اللي رضعتك إياه 20 شهر بلا مقابل. سعر تنظيفك ل6 سنين بلا مقابل. سعر الألعاب والأكل والملابس لليوم بلا مقابل. سعر التعب والدموع اللي سببتها لي طول هالسنين بلا مقابل. سعر كل الليالي اللي سهرتها يمك في مرضك بلا مقابل. يا ولدي، لما تجمع كل هذا فإن سعر حبي لك بلا مقابل. حقيقة أنا آسف لأن في قصص كثيرة يعني محزنة صراحة أسمعها من الإخوان في التويتر والأخوات، لكن راح أذكر على السريع بعض المواقف. واحدة تقول إحنا كبار الحين ومتزوجين وللحين أمي تخاف علينا وتقول للحين توصلنا للسيارة وإحنا طالعين مع إننا كبار وعندنا عيال. واحد يقول أنا نمت ببيت أهلي، زوجتي وبناتي ناموا بيت أهلهم يعني كذي زايرين، فيقول أنا نمت عند الوالدة يوم، يقول كان الجو بارد، يقول شفتها بالليل وأنا يعني على بالها أنا نايم جت وتغطيني وتلحفني، ومع أنه أبو عيال شوف إلى هالدرجة تراه كأنه لا زال صغيرا. واحدة ثانية تقول أنا مرة ارتفعت حرارتي لين فقدت الوعي ما حسيت بشيء. تقول أفقت قعدت بعدين من مثل غيبوبة أنا كنت فيها، تقول لقيت أبوي حاطني بحضنه وقاعد يقرأ علي. تقول كانت أمنيتي إني أظل مريضة بس أكون بحضن أبوي بهذا الوضع وبهذا الحنان. معنا اتصال من الأخ بدر. حياك الله أخوي بدر. أخوي بدر تفضل. يظهر أن الاتصال انقطع. معنا لولوة، تفضلي لولوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا أمير عوض على الموضوع حيل روعة ما شاء الله. الله يجزاك الخير، تفضلي. وبس حبيت توجه رسالة خاصة للشباب بالموضوع هذا. شو أقول؟ شو الرسالة؟ الشباب أكثر يعني يكون عقوقهم يكون مباهم أكثر، ويعني قاعد أشوف قصص يعني. إن شاء الله إن شاء الله. حاضر. جزاك الله خير. حاضر. الموضوع حيل حلو يعني. قبل الاتصال في أيضا رسالة حلوة من أحد الأخوة، يقول أنا أذكر أخوي ويا أبوي راكبين، أبوي كان يسوق السيارة وأخوي يمه، يقول جت فجأة شاحنة قدامهم، يقول أبوي بس علشان لا يتعور أخوي لف السيارة وخلص الصدمة تجي من صوبه هو. أبوي تعور والحمد لله الله نجى أخوي ما صار في شيء، كاد أن يموت فقط علشان بس أخوي لا يصير في شيء. وفي واحدة رسالة ثانية أرسلت لي تقول أنا أذكر أخوي الصغير يت سيارة فجأة تبي تصدمه، أمي يت أمام السيارة علشان تندعم ولا ولدها يصير في شيء. تقول الحمد لله الله نجى الاثنين من هذا الحادث. قصص جميلة. شوفوا رحمة الأم والأب بالعيال. معنا اتصال من أم زياد. حياك الله أم زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا موضوع المشكلة معي باختصار بس أحاول أختصره. أنا والدي توفى في رمضان اللي فات. والدك توفى؟ ترى الصوت مو واضح. توفى إيش؟ توفى في رمضان. إي نعم الله يرحمه. والله يرحمه. فكنا علاقتي بوالدي كانت علاقة صداقة قوية يعني تفضل تصور.
فهو صراحة عانى فترة طويلة من المرض لين توفى، وكان تحت رعاية وزي كذا، وبحكم قربي منه كنت أنا يعني الأكثر مسؤولية. لكن لما توفى الوالد يعني من توفى من رمضان إلى اليوم كل أخت أم زياد، أنا آسف على المقاطعة، اتصلي مرة ثانية لأن الصوت ترى مو واضح وصعب أن نفهم القصة هذه، فأنا آسف. عيدي مرة ثانية اتصالك علشان يكون الصوت أوضح إن شاء الله. واحدة أيضا أو واحد أرسل لي رسالة يقول أنا أخوي سجن بلا محاكمة 9 شهور إلى الآن، يقول وأنا أكلمكم إلى الآن ما حكم 9 شهور، يقول السجن بيننا وبين بيتنا بعيد جدا، يقول 9 شهور إلى اليوم أمي يوميا تزوره في السجن يوميا حتى وإن منعت من زيارته. معنا اتصال من أخت غزلان، تفضلي. عفوا. ألو. تفضلي غزلان، تفضلي. ألو. إيه تفضلي. أوجه نصيحة كلمتي للأبناء والبنات أنهم ما يزعلون أمهم وأبوهم. كم عمرك أنت غزلان؟ كم عمرك أول شيء؟ 11. إيه ما شاء الله. شنو نصيحتك؟ أوجه كلمتي للأبناء والبنات أنهم ما يزعلون أمهم وأبوهم، لأن رضا الوالدين من رضا الله. الله يحفظك يا غزلان ويرزقك بر أمك وأبوك بإذن الله عز وجل، وتكون إن شاء الله رسالتك واصلة. معنا أخ بدر، حياك الله بدر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ولله الحمد. أنا كنت شاب ملتزم لي 5 سنوات تقريبا، وحصلت لي كل خير ولله الحمد. ايوه اقول تفضل اخوي بدر. من يجي وانا ولله الحمد مبسوط جدا، خاصه من والدي. شلون؟ سام؟ تفضل كمل كلامك. لا بس حبيت اشيك، ما عندي ولا صار ولله الحمد. الحمد لله، الله يثبتك ويبارك فيك وجزاك الله خير. واحد من الأخوة أو وحدة، الاسم واضح عندي، أي وحدة تقول استأصلوا ورم من فقرة من فقرات رقبتي، تقول وبعدها أصبحت مشلولة عديمة الحركة، تقول والداي يخدماني ويرعاني كأني طفلة ذات 2 سنوات، يشيلوني وينظفوني ويوكلوني كأني طفلة عمري 2 لأنها أصيبت بهذا المرض. ترى أمك وأبوك مهما صار في الدنيا ما حد راح يرحمك أكثر منهم. معانا الأخ سعود، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي سعود. كيف حالك شيخنا؟ حياك الله. تفضل شيخنا. أقول لك يعني بر الوالدين يعني مثل يعني سعادة في الدارين، يعني والله يعني سعادة وثبات وتوفيق. نعم. إيه يعني يقول الشباب يعني والله يعني اللي يعني يعقون والديهم يبروا والديهم، والله يعني هي سعادة. نعم يعني ما يجربها إلا اللي بر والديه. اللي بر والديه. وصدقت، يمكن هي جنة الدنيا، هي جنة الدنيا بر الوالدين. نعم والله ثبات يا شيخ. أحسنت. أنا عندي أشكرك أخوي سعود شكر جزيل. واحد من الأخوة رجل كبير أيضا يعني يقول لي هذه الكلمة، يقول سار أبي على قدميه من حي منفوحة إلى حي المطار السليمانية حاليا، بينهم يقول 20 كيلومتر. أبوي يقول سار، أذكر وأنا صغير، سار على قدميه هذه المسافة كلها عشان يقترض مالا ليشتري لي حليبا. تخيل لو غير أبوك ترى ما يسويها. لو أي صاحب لك في الدنيا والله ما يفكر يمشي على قدميه كل هذه المسافة. واحدة ثانية تقول مريضة كنت 3 سنوات وأنا في الفراش، ما في ليلة 3 سنوات إلا أشوف أمي إما ساجدة أو رافعة يدها تبكي وتدعي لي أن الله عز وجل يشفيني. 3 سنوات لم تيأس ولا ليلة واحدة. هذه أم. واحد ثاني يقول أبوي كان يصحى قبل الفجر بساعة كل يوم قبل الفجر، ويقعدني أنا وإخواني شوي حتى نستيقظ لصلاة الفجر ونحن حابين الصلاة، يحببنا للصلاة، يقعدنا، يحاول شوي يقول يأخذنا معه إلى المسجد ويرجع مرة أخرى معنا. هذا الأب، هذه الأم. مهما تكلمنا عن أوصاف الأم والأب ترى والله ما نعطيهم حقهم. الأم أكبر بكثير مما نصف، وكذلك الأب. لكن السؤال إحنا شنو سوينا لهم؟ اللي فقد أمه، اللي فقد أبوه في الدنيا،
لا زال هناك بر موجود، ولا زال هناك لقاء بإذن الله عز وجل سيأتي. لكن أين البر حتى بعد الوفاة؟ راح نذكر هذه الكلمات وشلون البر أمنا وأبونا حتى بعد الوفاة، لكن بعد الفاصل. طبعا بعض القصص، واحد والله يتألم. واحدة تقول أبوي لما آخر عمره أصيب بفشل كلوي، تقول كان ما يخلينا أنا بنته ما يخليني أدخل عليه أشوفه. تقول أبي أشوفه لكن ما يخليني، يقول حق أمي لا تخلينا هدش. تقول ما يبينا نتأثر وإحنا نشوفه بهذه الحال. بعدين تقول يعني وهي يظهر أنها تبكي، تقول اشتقت لرائحتك يا أبي بعد أن توفاه الله. قصص كثيرة. واحد يقول أمي أصيبت بجلطة وحست بالألم وإحنا قاعدين الصبح نبي نتريق نروح الجامعة. يقول سوت الفطور وخلتنا نروح الجامعة، بعدين اتصلت أو كلمت أبوي وديها المستشفى فإذا بها جلطة، تتحمل الألم علشان بس إحنا نروح المدرسة وإحنا نروح الدوامات. قصص كثيرة، الواحد ما يدري شنو يقول عن الأم. الأم ترى مستعدة أحيانا تقتل نفسها. يقول واحد من رجال المطافي دخلنا على شقة مقفولة كانت واحترقت كلها، فيها 3 أطفال أم. يقول الغريب أن شفنا الأم حاضن عيال 3 وهي طبعا محترقة وهم داخل عشان النار ما تصيبهم. نار يا جماعة، هذه أم. تدرون شنو الأم؟ الأم يعني شيء له معنى كبير كبير جدا. احنا لو نفهم، ما مشكلة، ما راح تفهم يا ابني إلا لما تصير أب. يا بنتي ما راح تعرفين شنو معنى الأم، لأن تصيرين أنتي أم وتشوفين عيالك وأنت كبيرة تتذكرين بعدين أمك وشنو كانت تسوي لك. واحدة ثانية تقول، واحد ثاني يقول كان عمري 7 سنين، يقول كنت أمرض وما كانت عندي ما كانت عندنا سيارة، ويقول أمي توديني الطبيب، تاخذني مشي توديني علشان المستوصف أو الطبيب. يقول كانت أمي تمشي قدام علشان الشمس ما تحوشني، تقول يا وليدي خليك وراي الشمس لا تحوشك واحنا قاعدين نمشي. مستعدة الأم تسوي كل شيء. يا جماعة هذه أم الواحد الآن اللي أمه توفيت، شنو طعم الحياة بعد أمك؟ ترى الإنسان يعني يحس نفسه صغير لين أمه تموت، يحس إنه شاخ مرة واحدة، إنه كبر بالسن. يقال حتى من العقوق أحيانا، إن شاء الله ما يكون عقوق، لكن يعني من الأفضل أنك أحيانا ما تشتكي لأمك همومك علشان ما تدخل فيها الهم، عشان ما تزعلها. بالعكس دائما قول لها الحمد لله أنا مرتاح وأنا زين وأنا بخير، حتى لو فيك ما فيك من الهم. أمك أحيانا ما تتحمل. واحدة ثانية أو واحد ثاني يقول أخذت يعني بنتي الصغيرة ورحت عند أمي، دائما أنا أجلس عند أمي وبنتي الصغيرة عمرها 3-4 سنين وياي تلعب، وأنا قاعد مع أمي أدلك رجلها وأسولف وياها. يقول أمي وأنا دائما عند رجلها أقبل رجلها. يا الله شرف أنك تقبل رجل أمك. تدري شنو شرف؟ هذا عز، هذا نعيم. تشعر بالسعادة ترى ويا أمك ما تشعرها بأي مكان في الدنيا. ولو تكون بعد عند رجلها جالس ترى فثم الجنة. يقول أنا يوم من الأيام نزلت تحت بغرفتي قاعد أقرأ الجريدة، بنتي الصغيرة ركضت ومسكت رجلي وقاعد تقبلها. إيش فيك؟ ليش تقبلين؟ يعني إيش قاعد تسوين؟ قالت لي أنت تسوي مع أمك كذي، بروا آباءكم تبركم أبنائكم. خلينا نشوف الشيخ أحمد القطان، الوالد الشيخ الفاضل الله يحفظه ويطول لنا بعمره ويعطي الصحة والعافية. شوفوا بعض ذكرياته مع الأم والأب. خلينا نشوف هذا التقرير. يا مسندي قلبي على الدوم يطريك، ما غبت عن عيني وطيفك سمايا. هذه 3 سنين والعين تبكيك، ما شفت زولك زاير يا ضنايا. يا ناكر الطلقات والموت حاديك، كم زفرة صعدتها من هوايا. ترضعني طول الليل وانا اناغيك، وبسنينتك تجرح جروح السقايا.
عام 79 أرادت أن تذهب إلى الحج، فقال والدي لا، حجك في أولادك. فأخذت أترجى الوالد، قلت إنها معي في سيارتي، أنا ضامن لك بإذن الله أن أرجعها سالمة. توفي الوالد بعد الحج عام 80، فحججتها من عام 80 إلى 2003 كل عام معي في سيارتي الخاصة. ولما أصيب إصبعها الإبهام احترق بسبب السكر تحت الدوة والكانون، أصبحت ما تستطيع أن تلبس الجورب، فوضعت إصبع رجلها في فمي أرضعه كما كنت أرضعها وأنا طفل حتى لان الجلد، فقطعته قليلا ثم وضعنا المرهم وألبسناها الجورب. والعق أصابيعك مثل المساويج، وعندي سعابيلك أحلى العطايا، تذكر حياتي يوم أشيلك وداريك، ولاعبك دايم وتمشي ورايا، تركد على صوتي وحضني يدفيك، ما غيرك أحد ساكن في حشايا، كم ليلة تفزع وسمي وارقيك، وامسح على رجليك وانفث رقايا، اليا مرض أسهر بقربك وداويك، ما ذوق طعم النوم صبحي ومسايا. الوالدة رحمة الله عليها قالت لي قصة، تقول لما رزقت بك وكان البرد شديد كنت أضعك في حجري وأضع الملابس علي وأدفئك بأنفاسي إلى الصباح الباكر وعمرك أيام، وكان ليس عندنا في البيت إلا بطانية واحدة يأخذها أبوك ويلتحف مع أمه، تقول وأنا أحميك من البرد إلى الصباح الباكر. يا ما صحبتك في الشتاء ويا والضيق، واكل باجي لقمتك يا هنايا، يا ما عطيتك من حناني وبعطيك تكبر ويكبر هالأمل يا منايا، يا ما تمنيتك عريس وحاذيك، واشوف بزرانك تلبي ندايا. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ووالديكم المسلمين أجمعين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أمدهم بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان برحمتك يا رحمن. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم، واجعلهم برحمتك في الفردوس الأعلى، واجعل أرواحهم في عليين. باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة، وهو المعطي وهو المانع، طاعة أمي وأبي فرض. واحدة تقول كنت في المستشفى لما استفقت بعد أيام، كنت في العناية المركزة وقعدت ولا سألتهم وين أبوي، قالوا لها أمها متوفى، قالوا أبوك في الحديقة الحين شوي. ليش يسوي بالحديقة؟ قالوا لأنه ممنوع ينام معاك في الغرفة، فهو جالس عندك من يوم دخلت المستشفى ما راح بيته أبدا، كان بس يروح الحديقة ينام لساعتين ويرجع ويجلس عندها، ما يذهب إلى بيته أبدا. بنته، هذه بنته، هذه قطعة من كبده، هذه أم. الأخ اللي مساعي يقول أمي كانت مصابة بالجلطة وخلتنا نروح الجامعة وما قالت لنا، يقول هي الآن في غيبوبة منذ سنوات، أسأل الله أن يشفيها. واحد ثاني يقول أنا أتمنى بس يرجع أبوي للدنيا دقيقة واحدة بس، أطلب منه رضاه أن يرضى عني، بعدين يأخذ الله أمانته، لكن إلى الآن أنا ما أدري هل قبض الله روحه وهو راضي عني ولا مو راضي عني. الناس ترى تعبانة، لأن بعضهم ما يدري أمه ولا أبوه راضين عنه ولا لا. يا أم إذا كنت راضي عن عيالك روحي قولي لهم ترى أنا يا ولدي راضي عنك، ترى أنا يا بنتي راضي عنك، ترى هذه بالنسبة لهم سعادة الدنيا كلها، هذا بالنسبة لهم خلاص كل همهم يروح بإذن الله. معنا اتصال من فايد، حياك الله أخوي فايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله خير على الموضوع بر الوالدين يا شيخ. الله يبارك فيك، سلمك. بتكلم عن جانب الأم. تفضل. بصفتي كالوالدة رحمة الله عليها. نعم. فيا شيخ يعني أنا أوصي الشباب أن لا يربطون مشاكلهم من خارج البيت، يربطونها مع الوالدة. نعم. لأن الأم ليس لها علاقة في مشاكل خارج البيت. وهذا يا شيخ يعني الأم مهما كانت هذا يعني لابد ببرها، حتى لو قصت، حتى لو مهما كانت هذا أم. فالإنسان يعني يتذكر أم يعني تحملت في حمدك وولادتك وتعبت معك.
فهي تحتاجك الآن في كبرها. فيا شيخ يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا يعني ياما أيام مرت علي يا شيخ أتمنى الوالدة أن تكون حية، سواء كنت في وظيفتي أو كنت في زواجي أو أن تشوف عيالي. تمر أيام ونما نسمع عن شباب يعقون في والدتهم، يردون على بكلام بدي، يرد على برفع الصوت. فأوصي الشباب لا يجيك يوم من الأيام والله تبكي الدم، والله تروح لقبرها وتبكي عند قبرها، ما ينفع. ما ينفع. نعم. فدعوة الأم والله مستجابة، حتى تقول روح يا ولدي الله يوفقك. أنا من جانب الشخصي كاد والد رحمة الله يقول يا أمي ادعي لي بالوظيفة، والله توظفت في زمن كان الناس تجيب الواسطات، لكن دعوة الوالد رحمة الله عليه وفقنا الله في وظيفة. أخ فايد أشكرك. وادعت لي بالزوجة الصالحة، فرزقنا الله بالزوجة الصالحة وهي بلا شك دعوة الأم مستجابة ودعوة الوالد مستجابة. أشكرك أخوي فايد شكر جزيل، وأحس أن الكلام يطلع من قلبك. نصيحة من أخ فايد لكل الشباب لحقوا، كل البنات لحقوا، إذا أمك ولا أبوك على قيد الحياة اطلب رضاهم قبل أن تفقدهم يوم من الأيام. معنا الأخ عمر من الإمارات، حياك الله أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حياك الله أخوي عمر، تفضل. شيخي أنا كم عمرك عمر؟ أول شيء كم عمرك حبيبي؟ عمري 15. 15 سنة، تفضل يا عمر. أنا والدي توفى قبل يعني 10 سنوات تقريبا، لما كان عمري 5 إلى 4 سنين. نعم. فالوالدة اهتمت فيني ويعني شجعتني اني انا احفظ القرآن. نعم. والحمد لله يعني حصلت على لقب اصغر حافظ اماراتي. الله اكبر، الله يثبتك. يعني بجهود الوالدة جزاها الله خير بعد فضل الله سبحانه وتعالى، كانت هي الشيء الرئيسي يعني الله يثبتك اني حفظت القرآن. فان شاء الله الله يحفظها، وان شاء الله يعني كيف اقول لك يعني ما اقدر اوصف شعوري يعني، لان هي السبب الرئيسي في يعني نجاح في الحياة. الله يحفظك يا عمر ويثبتك وتصير بإذن الله إمام من أئمة المسلمين، والله يبارك فيها الوالدة. آمين إن شاء الله. ويأجرها على اللي قاعدة تسويه. وأنا ذكرتني بقصة واحدة هم هي أرسلتها لي، تقول ما أنسى الموقف لما كانوا بيوزعون علينا جوائز لبحث أنا قدمته. تقول أبوي كان معاي في يوم الحفل، تقول لما استلمت الجائزة ما أنسى أني شفت أبوي يمسح دموعه، ينظر إلي ويبكي من الفرح. طبعا هذا الأب. ووحدة من الأخوات تقول أنا كنت في أيام الامتحانات، كان أبوي العادة يوصلني وكانت أمي تأخذني. تقول في ذاك اليوم أبوي ما رضى أن أمي تأخذني، جلس في السيارة بالجو الحار 3 ساعات ينتظرني. قلت له بعد ما طلعت يبا ليش قاعد بهالحر وليش جالس بالسيارة؟ قال أمك كانت راح تتأخر وما بغيت تتأخرين عشان تروحين ترتاحين بعد امتحانك. هذه أم وهذا أب، مهما سوينا ما نوفيهم حقهم. معنا أخت موضي، تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت موضي. هلا والله شيخ، جزاك الله خير على هالبرنامج. الله يسلمك. شيخ أنا بتكلم عن الأم. أمي طبعا هي حياتي كلها، أعطتني كل شيء من قلبها، وقبل 2 شهر توفت الله يرحمها. الله يرحمها. لكن يوم توفت وهي تحتضر ما توصي إلا علي أنا، وصلت تحتضر وهي بس توصي علي أنا، ومع أن أنا طالبة ثانوية آخر سنة كنت أطلع من الامتحان أمي تحتضر، هي تحتضر تدعي، يعني احتضرت تقريبا 4 أيام ودشت بغيبوبة وكانت تدعي. و7 سنين يعني أنا كنت معاها بغربة، تحملت، ضاعت سنين من عمري 7 سنين وأنا معاها بهالغربة، حياتي كل شيء. بس يعني أنا أقول لو ترجع، هي لو ترجع أنا ما أسوي شيء غير إن أنا أبرها وأقوم فيها، لأن أمي أنا أفتخر فيها، سوت لي أشياء الله يعلم فيها. وبس ما أبي أقول إلا شيء واحد أوصله حق إنه اللي ضامن إنه يرجع البيت بيلقى أمه، صدقني بقول له أنت مو ضامن إن أنت بترجع، قبل ما تطلع ونسها فرحها خلها تكون راضية عليك، لأن أنت مو ضامن. ما في أحد من رضا الأم. ويقول لك بهالدنيا الأم ضيعة والأب يتم، يعني أنا لا أم ولا أبو، لكن بس أسأل الله إن أنا ألتقي فيهم جنات النعيم يا رب العالمين. موضي عفوا موضي، لو شفتي أمك شنو راح تسوين؟ ما أدري، أول ما أشوفها راح أقبل ريولها. شيخ أنا بس بتكلم عن نقطة بس شوية. أنا أمي يوم احتضرت أنا ما كنت متحجبة، وكانت تتمنى أن أنا أتحجب. يوم احتضرت حطيت الحجاب على راسي، قلت لها أنا تحجبت خلاص. عقبها دشت غيبوبة. لما دشت غيبوبة
فقلت لها يما حبيبتي إذا أنت تحسين فيني ترى أنا تحجبت، أبيك بس ترمشين. ما رمشت، نزلت دمعتها. كانت تتمنى أن أنا أتحجب، ويوم توفت بعد الوفاة كانت جايتني ولمتني كلها تفارك لي بالحجاب. يعني صدقني الأم تحس، يعني أنا الحين لو بسوي شيء غلط أشوف الله من ثم أمي وبس. أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويرحم أمهاتنا كلهم، أمهات المسلمين، ويغفر لهن ويجمعنا بأمهاتنا وآبائنا في جنات النعيم. شوفي ترى هذا يا أخوة يا أخوات هذا شعور موضي، أتوقع شعور كل إنسان فقد أمه. فاللي عنده أمه الحين نصيحة، اترك اللي عندك كله، لحق عليها، اقعد عند رجلها، قبل هالرجل، ترى هذا جنة توصل فيها الجنة. اقعد نظفها، وكلها إذا ما تقدر تاكل، شيلها بإيدك إذا ما تقدر تمشي. أنت تسابق مع أخوانك أني أنا اللي أوديها مو أنت تودونها، تسكن عندي ما تسكن عندكم، أنا اللي أرعاها مو أنتم ترعونها. اللي يحب أمه يتسابق مع أخوانه، مو والله يقول لا مو أنا كل يوم أنا خلي غيري يسوي لك. هذا مسكين، هذا ما يعرف قدر الأم. ترى ما راح تعرف قدرها ولا قدر أبوك إلا إذا فقدتهم بعد عمر طويل. أسأل الله أن يحفظ أمهاتنا إذا كانوا أحياء، وآبائنا، وأن يغفر لهم جميعا كما ربونا صغارا. نلقاكم بإذن الله بعد الفاصل. واحدة تقول لما واجهت صعوبات في الحياة، تقول أمي كانت كل ما أدخل عليها تبكي علي، أبوي من ألم علي جاله مرض السكر. وكان واحد ثاني يقول قصة شيخ، سمعت بقصة اللي حاول ينتحر وكت على نفسه غاز وشبب نفسه، أمه من شدة ألمها على ولدها جته تحضنه وهو يحترق، وهي تبكي عليه وتقول له ليش يا ولدي، واحترقوا الاثنين مع بعض وماتوا، توفاهم الله عز وجل. لو نتكلم عن قصص الأم ترى والله ما نخلص، لكن حسبنا في هذه الحلقة نذكر بعض المواقف عشان الواحد يعرف قدر هذه الأم اللي عنده، وهذا الأب المسكين اللي شقى طول عمره بس عشان يوكل عياله ويسكنهم ويلبسهم أحسن لبس ويعيشهم أحسن حياة. معانا أم سارة، تفضلي أم سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. يعطيك العافية شيخ. يعافيك الله. تفضل. شيخ أنا بتكلم كشخصي، أنا مو أني أنا كشخصي بتكلم عن عظة حق غيري مثل بنات أو الشباب. أنا عندي أم، أنا أصغر إخواني وعندي 6 أنا. طبعا فيهم صبيان فيهم بنات. والله يا شيخ كلمة أمي ما أكثرها طول عمري، لما وهي بالعناية تقول يا عند مريم يا دار العجزة. دكتور يعني يا شيخ لغاية الحين أنا والله زواج أرفض. يعني عندي عمليات صحية ترى طحت من كثر ما أشيل أمي، طلع عندي ديسك وعمل الثاني أنا مجبورة لازم أسويها. والله كنسلتها، والسبب شنو؟ إني ما أخلي أمي عند أي أحد ثاني. قسما بالله يا شيخ، لأني والله من يوم ما تطلقت، ترى أنا تطلقت سبحان الله مثل شيء ينتظرني. أمي طاحت مريضة وأنا شلتها، وأنا على فكرة والله إني مستانسة. ليش؟ إن أنا أشيل أم. كافي إن أنا عندي باب جنة ببيتي، الكل يقول لي ما شاء الله عليك إحنا نحسدك عندك باب جنة في البيت وأنت شايلتها. شيخ أنا بس بقول لك شنو العقبات اللي صارت لي. كنت أنا ثانوية، خذيت شهادة هندسة، توظفت أحلى وظيفة، كافي محبة الناس، كافي كل يوم أطلع لما أبوس راسه ودش البيت أبوس راسه، قول لي روحي يما قلبي وربي راضي عنك. والله يا شيخ أنا أتمنى من كل أحد يسمعني اللي عنده أم لا يضيعها، واللي قاطع أمه خليه يوصلها. الأم ما تعوض، ثق بالله يا شيخ، الزوج يتعوض، الظن يتعوض، كل شيء بالدنيا يتعوض. الأم عمرها ما تعوض، والأم اللي تروح ما تبدالها أم. شيخ أنا اللي الفخر الحين أنا شايلة أمي، وثق بالله متنازلة عنك شغلات وايد بحياتي ترى، وأنا عز شبابي، بس أنا مستانسة دائما والله بقيام الليل أقول يا رب الحمد لله إنك أعطيتني أم للعلم. ترى أمي كبيرة بالعمر وواصلة للخراف، بس أنا مستعدة وعاجزة ترى ما أتحرك على أجهزة التنفس الصناعي، بس أنا أقول الحمد لله يا ربي إن أنا خذيت الأجر من إخواني وخواتي كلهم، وكافي تقول لي يما أنت وبس غيرك. الله يحفظ لك أمك ويبارك فيك وفيها ويعوضك خير، وهذا بإذن الله ما راح يضيع لا في الدنيا ولا عند رب العالمين. اللي قاعد تسوينه يا أم سارة ترى محرومين منه كثير من أهل الأرض اليوم.
أنت بالجنة في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله عز وجل. الله ما يضيع أجر من أحسن عملا. عندنا تقرير إهداء من الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جزاهم الله خير، لأول مرة طبعا هم يهدون لنا إياه لتلفزيون الوطن ولبرنامج زوايا بالذات ليعرض عن بر الوالدين. شوفوا هذا الكليب وهذا التقرير في معاني كثيرة قد يعني تخفى على البعض وقد يفهمها البعض، لكنه نوع من الإبداع الإعلامي اللي تقوم فيه قسم الإدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف، مشكورين. خلينا نشوف هذا التقرير علشان نختم الحلقة بعدها. تفضلوا معنا. سكبتك في دمي حلما حنايا القلب ترعاه، وراح القلب في فرح يغني سر نجواه. سكبتك في دمي حلما حنايا القلب ترعاه، وراح القلب في فرح يغني سر نجواه. ويشدو حبنا لحنا كطير عاد مأواه، فأصبح لا يرى شيئا سوى عينيك دنياه. ويشدو حبنا لحنا كطير عاد مأواه، فأصبح لا يرى شيئا سوى عينيك دنياه. سكبتك في دمي حلما حنايا القلب ترعاه، وراح القلب في فرح يغني سر نجواه. وأمن في دجى زمن عنيد في خطاياه، عنيد في خطاياه. وأمن في دجى زمن عنيد في خطاياه، عنيد في خطاياه. شدونا الحب للدنيا وفي شوق حملناه. حبيبي حبنا قدر ومهما ضاع نلقاه. ويشدو حبنا لحنا كطير عاد مأواه، فأصبح لا يرى شيئا سوى عينيك دنياه. ويشدو حبنا لحنا كطير عاد مأواه، فأصبح لا يرى شيئا سوى عينيك دنياه. سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه. سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه. فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه. تعيش العمر في قلبي ولو ينساك أنساه. سكبتك في دمي حلما حنايا القلب ترعاه. سكبتك في دمي حلما حنايا القلب ترعاه، وراح القلب في فرح يغني سرنا. الله الله بأمهاتنا وآبائنا وإن توفاهم الله. الدعاء لا ينقطع، صدقة عنهما لا تنقطع. أي مشروع صدقة جارية نفعلها اليوم حتى لو كان يعني منذ زمن طويل قد توفاهم الله. نزور قبريهما، ندعو لهما، نذكرهما، نستغفر لهما، نصلي آخر الليل وندعو لهما ونقول ربي ارحمهما كما ربيانا صغارا. لا تنسى أمك، لا تنسى أبوك، لا ينامون يوم من الأيام وهم راضين عنك. نصيحة من كل قلبي أقولها لك، وراح تذكر كلامي عدل.
لا ينامون وهم زعلانين عليك، ارضيهم، فرحهم، ادخل السرور في قلبهم. أسأل الله أن يغفر لأمهاتنا وآبائنا وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا نطل